اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والان سنشاهد تقرير عن الاسبوع السابع من الدوري الاسكتلندي، ونعود مره اخرى مع الكابتن خالد بيومي. حول فريق رينجرز الاسكتلندي هزيمته امام غريمه سلتيك في قمة الدوري الاسكتلندي الى فوز مستحق ب4 أهداف لهدفين ضمن مباريات الاسبوع الثامن. تقدم رينجرز في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب ستيفن سميث قبل ان يدرك سلتيك التعادل في الدقيقة 34 عن طريق جاري هوبر، ثم تقدم المغربي الدولي بدر القدوري لفريق سلتيك بالهدف الثاني في الدقيقة 41 من الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تغير الحال تماما ليسيطر رينجرز على مجريات الأمور، ويحرز نيكيتشا يالفيتش هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55. وفي الدقيقة 67 وضع كايل لافيرتي رينجرز في المقدمة بالهدف الثالث. أما الهدف الرابع فكان من نصيب ستيفن ناسميث، وهو الهدف الثاني له في اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأزرق وحصده للنقاط الثلاث. طبعا مباراة جلاسكو رينجرز هي الديربي المتواجد في الدوري الاسكتلندي. نشاهد جدول الترتيب بعد هذه المباراة. جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي: جلاسكو رينجرز في المركز الاول ب 19 نقطة، سلتيك في المركز الثاني ب 15 نقطة، ماذرويل في المركز الثالث ب 13 نقطة، هارتس في المركز الرابع ب 12 نقطة، كليفرنارك في المركز الخامس ب 10 نقاط، وسان جونسون في المركز السادس ب 9 نقاط. ثم بعد ذلك دونفرملاين في المركز السابع، داندي يونايتد في المركز الثامن، سانت ميرين في المركز التاسع، أبردين في المركز العاشر، هيبرتنان في المركز الحادي عشر، وإنفرنيس في المركز الثاني عشر. والآن مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، نشاهد الجدول بنتائج مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز أو البريمير ليج لهذا الموسم. بلاكبيرن فاز على ارسنال ب4 أهداف مقابل 3 على ملعب ايود بارك. استون فيلا على فيلا بارك بيتعادل مع نيوكاسل. بولتون في الريبيك ستاديوم بيخسر امام نورويتش سيتي بهدف مقابل هدفين. ايفرتون على جوديسون بارك بيفوز على ويجن ب3 أهداف مقابل هدف واحد. ثم وولفرهامبتون مع كوينز بارك رينجرز خساره ب3 أهداف مقابل لا شيء. سوانزي سيتي بيفوز على ويست بروميتش ب3 أهداف مقابل لا شيء. توتنهام على وايت هارت لين بيفوز على ليفربول في واحده من المفاجآت ب4 أهداف مقابل لا شيء. وفولهام بيتعادل مع مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما في الكرافن كوتيج. وساندرلاند على ستاديوم اوف لايت بيفوز على ستوك سيتي ب4 أهداف مقابل لا شيء. ومانشستر يونايتد على مسرح الاحلام او الاولد ترافورد بيفوز على تشيلسي ب3 أهداف مقابل هدف واحد. اما جدول ترتيب الدوري الانجليزي جاء كالتالي: مانشستر يونايتد في المركز الاول 15 نقطة، مان سيتي في المركز الثاني ب 13 نقطة، كابتن خالد تشيلسي في المركز الثالث ب 10 نقاط، ياتي نيوكاسل في المركز الرابع، ستوك سيتي في المركز الخامس، ايفرتون في المركز السادس، استون فيلا في المركز السابع، ليفربول في المركز الثامن، وولفرهامبتون في المركز التاسع، كوينز بارك رينجرز في المركز العاشر، توتنهام في المركز الحادي عشر ب6 نقاط، ساندرلاند في المركز الثاني عشر، نورويتش سيتي في المركز الثالث عشر ب5 نقاط، وهتساوي مع سوانزي سيتي وايضا ويجن اتلتيك، واخيرا بلاكبيرن روفرز في المركز السادس عشر ب4 نقاط. ثم ياتي على الترتيب في المركز السابع عشر بعد ذلك ارسنال في المركز السابع عشر ب4 نقاط، اسوأ يعني مره كابتن خالد من 58 سنه. فولهام في المركز الثامن عشر ب3 نقاط وهتساوي مع بولتون، وايضا ويست بروميتش في المركز العشرين. يمكن كابتن خالد هتكلم في البدايه عن مباراه ارسنال ونيوكاسل، هزيمه ب4 أهداف مقابل 3 امام بلاك بيرن في ملعب الايود بارك. يمكن تعافى بعض اللاعبين مره اخرى في هذه المباراه، لكن لا يستطيع ارسنال فينجر مره اخرى ان يفوز في المباراه، واسوا نتيجه للارسنال او اسوا ترتيب من 58 سنه. والله طبعا يمكن الارسنال بيعاني من مشكله كبيره جدا، هي مشكله قلبين الدفاع. ما فيش ثبات في المستوى بالنسبه لا كوسينلي ولا فيرمالين، وكمان ميرتساكر لسه جاي ما انسجمش بشكل كبير. في عوده الايقافات اللي كان فيها جريفينهو رجع، وكمان سونج، بس في اعتقادي طبعا لسه ما فيش الحته الدفاعيه الكويسه بالنسبه للارسنال عشان يعدي مباراه. هو كان متقدم في مباراه بلاك بيرن وعمل شوط اول ممتاز،
بس في النهايه طبعا زي ما قلت لك الاخطاء الدفاعيه مأثره عليه بشكل عالي جدا، ودي اللي يمكن موديه الارسنال في مشاكل مع ارسن فينجر ومع جمهوره وكمان على الساحه الانجليزيه. نعم. عاوز اتكلم على 3 حاجات مهمين او 3 مفاجآت في رايي الشخصي. المفاجاه الاولى هي الارسنال في مركز 17 زي ما انت قلت من 58 سنه لم تحدث. نعم. وطبعا لابد من تعديل الاوضاع، وخاصه الارسنال من الفرق اللي بتلعب على بطولات كثيره جدا، اذا كان دوري ابطال اوروبا او دوري الانجليزي مع كمان الكارلين كاب والاف اي كاب. النقطه الثانيه بولتون. تذكر الموسم الماضي بولتون كان من القمندال قويه جدا مع كوين اويل المدير الفني، وكان احد المراكز المقدمه في بدايه الدوري حتى لنهايه الدور الاول كان في مراكز المقدمه، وكان عامل تيم ممتاز ومن اقوى ما يمكن اذا كان تنظيميا وجماعيا. يعني في المركز 19 دي مفاجاه كبيره جدا. وهيتقابلوا في المباراه الجايه كابتن خالد في الاسبوع الثالث الارسنال وبولتون. النقطه الثالثه هوست بروميتش، برضه الموسم الماضي ادى بشكل كبير لو تتذكر، كان مع دي ماتيو المدير الفني او مساعد المدرب العام دلوقتي بالنسبه لتشيلسي مع اندريا فيس بواس في المركز الاخير، مع ان فريق وست بروميتش الموسم الماضي برضه كان مؤدي موسم رائع وقدر ان هو يستقر في جدول الدوري الممتاز. نعم. رابع حاجه في رايي هي ليفربول. ليه واقفه عندها؟ لان ليفربول مع كيني دالجليش من اكثر الانديه اللي عملت صفقات هذا الموسم بالنسبه للانديه الانجليزيه. نعم. واعلى الصفقات. صحيح. ولكن حتى الان فريق ليفربول لم يحسن التعامل مع جدول الدوري الانجليزي. لكن دالجليش عارف يحط تشكيله ثابته او تشكيله مميزه، عنده عناصر ممتازه جدا، ولكن في رايي الشخصي يفتقد لقضيه الليدر اللي موجوده في الملعب، ودي عندما يعود ستيفن جيرارد في المباراه القادمه ممكن نلاقي فريق ليفربول. المفاجاه ان هو يخسر امام توتنهام في ملعب وايت هارت لين ب4 أهداف مقابل لا شيء. شفنا اديبايور حتى بيقدم مباراه رائعه في توتنهام. هي المباراه لها ظروفها يا كابتن، المباراه ظروفها انت عارف طبعا ان طرد 2 لاعبين من تشارلي ادم وسكيرتل واحد في نص الملعب وهو رمانه ميزان فريق ليفربول في الوقت الحالي واحد افضل لاعبين في وسط الملعب كصناع لعب. الثاني سكيرتل الذي ليس له بديل في فريق ليفربول كقلب دفاع، وبتلعب مع فريق توتنهام فريق من اقوى الانديه الانجليزيه وعنده عناصر ممتازه. عنده لاعب كان متالق في اليوم ده هو لوكا مودريتش اللي طالب بيه ريدناب وقال المفروض ان اداره توتنهام تتعامل مع لوكا مودريتش كلاعب كبير، وبالفعل سكوت باركر كمان علاه كابتن خالد كتير. هو طبعا سكوت باركر احنا من السنه اللي فاتت بنقول انه لازم ينضم لفرقه كبيره. صح. كان موجود في فرقه كبيره بس وجوده في وست هام السنه اللي فاتت كان اعلى من وست هام، عشان كده انضمامه لفريق توتنهام على حته النواحي الدفاعيه وادى ثقه كبيره جدا وسط الملعب، وده اللي مش موجود في ليفربول. احنا بنتكلم على جيرارد، عند عوده جيرارد ليفربول هنلاقي فريق على مستوى تنظيم ممتاز. نعم. يمكن عايز اتكلم على تشيلسي كابتن خالد، يعني ده هاري ريدناب ده المؤتمر الصحفي بعد المباراه وفوزه طبعا على ليفربول ب4 أهداف مقابل لا شيء. الغريب ان النتائج بتاعه توتنهام كابتن كانت في بدايه السيزون سيئه جدا يعني سيئه جدا من اسوء ما يمكن، لكن هي برضه ظروف المباراه حتمت على كيني دالجليش بخروج تشارلي ادم هو بيعتمد عليه في كل المباريات السابقه. نفس الموضوع لسكيرتل اللي زي ما قلت لك ما عندوش بديل لسكيرتل. كل ده ادى افضليه مع التالق العالي لوكا مودريتش وكمان اديبايور اللي انت ذكرته. نعم. عايز اتكلم على تشيلسي كابتن خالد في المركز الثالث. واضح انه بيواجه صعوبات كبيره. مانشستر يونايتد فريق ثابت، فريق متجانس، يمكن السير عمل منه تشكيله ثابته. مانشستر سيتي الاموال الطائله وعايز اكتر لسه مانشيني وبيقدم مباريات ايضا كويسه. فيلاس بواس لم يجد ضلته حتى الان في الدوري الانجليزي، لسه ما تاقلمش. هنتكلم على فرقه تشيلسي ولا نتكلم على تشيلسي الاول؟ على تشيلسي يعني. بص اندريا فيس بواس مدرب ممتاز ومدرب بيخدم الكتيبه البرتغاليه اللي هي يعني قدمت سي في تدريبي عالي جدا اذا كان مع البورتو زي مورينيو، ونفس الموضوع كمان بالنسبه لاندريا فياس بواس لسه بدايته كابتن مع الدوري الانجليزي حديثه العهد، عشان نتكلم ان هو بيتقابل مع مدير كبير، مدير فني كبير، اعظم من انجبته الملاعب التدريبيه او التدريب على مستوى العالم السير اليكس فيرجسون. في اول احتكاك ليه برضه الخبره اعلى، الامكانيات الفنيه اعلى، الجماعيه، الانسجام بتاع فريق مانشستر اعلى. انا اتوقع ان تشيلسي مع الايام ومع التعود بتاع اندريا فياس بواس على بطوله الدوري الانجليزي وعلى المنافسه والسرعه في الاداء اللي مش موجوده في الدوري البرتغالي، اقول لك ان اندريا فياس بواس هيكون من اخطر المنافسين للسير اليكس فيرجسون. جاب عناصر كويسه جدا زي ماتا، لاعب بدا يظهر بشكل كبير. اصابه دي دروجبا برضه اثرت كتير جدا. هل اضاف ميراليش للتشيلسي؟ يعني نسبيا في وسط الملعب. خد بالك مايكل اسام مؤثر، جنوب ميكيل ما عادش بيلعب بشكل اساسي بوجود ميراليش طبعا هيقعد على الدكه. ميراليش لعيب انا شايف انه اضاف، بس تبقى في النهايه حته ان في بعض الاخطاء الدفاعيه موجوده في قلبين الدفاع اذا كان ايفانوفيتش وجون تيري، وانا برضو على استغراب ان ليه ما بيلعبش دافيد لويز، هو من افضل لعيبه قلوب الدفاع اللي موجوده على مستوى العالم. النقطه الاهم هي ان برضو فريق تشيلسي راس الحربه فرناندو توريس صحيح انا شايف ان من افضل المباريات اللي عملها امام مانشستر يونايتد، بس في النهايه حتى الان
لم يصل الى مستوى ديدي دروجبا في عمليه تركيب الاهداف. هدافين في 24 مباراه كابتن ودافعين فيه 50 مليون باوند، كتير يعني. فده كتير. فيمكن ديدي دروجبا لو كان متواجد في ماتش مانشستر كانت الامور تختلف. صحيح تشيلسي عمل مباراه في اول ثلث ساعه كان كويس، ولكن خبره المان وامكانيات بعض اللعيبه والتفوق العالي اللي واضح في خط دفاع المان مع حارس مرمى بدا يكتسب ثقه كبيره جدا اللي هو ديخيا القادم من اتلتيكو مدريد مع سير اليكس فيرجسون، دي مديه امكانيه عاليه جدا. بالاضافه انت بتتكلم على لعيبه في قمه النضج في قمه التالق. هرنانديز كمان نفس الموضوع، واين روني ممتاز جدا. شايف ان اندرسون عامل سيزون حتى الان ممتاز ومن اقوى ما يمكن. بالاضافه طبعا التغيير في الطرفين اللي انت شايفه، وهيرجع فرناندو في المباراه الجايه يعني. ما عندهمش مشاكل. انت شايف ايفنز بيلعب وكمان وفيل جونز وساعات بيحط سمايلنج في القلب. ما عندوش مشاكل. السير بيختار مجموعه اللعيبه اللي معاه اللي تمشيه 3 4 5 سنين حسب امكانياته هو كمدير فني، وده ناجح الى حد كبير. مش ناجح لحد كبير، ده ناجح فعلا ان هو يكتسب ثقه العالم واحترام العالم كمدير فني بيوظف لعيبته حسب ترشحه ياخد الشامبيونز ليج السنه دي؟ هو اقوى يعني من اقوى المرشحين. يعني هو عشان نتكلم من اقوى المرشحين، خد بالك في عناصر انضمت للسير لسه ما عندهاش خبره ان انت تلعب في دوري ابطال اوروبا، زي فيل جونز، زي كمان سمايلنج برضه ما عندوش رجع، ويلباك نفس الموضوع، وبرضه من اللعيبه اللي لسه ما عندهاش خبره. مع الوقت ممكن يكتسبوا خبره كبيره. اللي انت ملاحظه في الوقت الحالي ان هو اوجد بديل لسكولز، واوجد بديل كمان لفيديتش، اللي انا بقول لك اعتقادي الشخصي انه هيتباع في شهر يناير، ينتقل لاي نادي وحتم ممكن يكون ريال مدريد. فاوجد بديل اللي هو فيل جونز. كل ده بيشتغل بيك كراجل مانجر عام لنادي كبير اسمه مانشستر يونايتد، وقادر يتصرف فيه كيفما يشاء بامكانيات فنيه عاليه جدا وكمان اداره ممتازه. هو ده الفارق بين السير اليكس فيرجسون ويمكن حوالي عن 99% من مدربين اوروبا. عشان كده ناجح السير حتى الان من 86 ان يقود نادي كبير وعظيم زي مانشستر يونايتد. مان سيتي بقى الغريم الاخر للمان يونايتد، اموال طائله. انا بيأدوا اداء رائع حتى الان، بس تحس ناقصهم حاجه كابتن خالد. يعني ايا توري بحس ان هو بطيء بعض الشيء، عنده اصابه ميلنر. وشوف تصريحات لمانشيني قال لك احنا لسه حتى ما جبناش لاعبين، يعني دعمنا خط الخلفي ودعمنا خط الهجوم ولسه ما جبناش في خط الوسط حد. يعني هو خط الوسط عنده ديونج وعنده جاريس باري وعنده جيمس ميلنر وديونج هو عايز يجيب حد في الوسط. يعني زي مين يعني هو كل اللعيبه اللي جابها مانشيني اعتقد انه من اكثر المدربين حظا في العالم طبعا. لانه بيمتلك فريق بيصرف او ينفق اموال كثيره جدا. لك ان تتخيل ان فريق مانشستر سيتي الاعلى انفاقا مع ليفربول يمكن حاطط حوالي عن 89 مليون باوند هذا الموسم. وكل الصفقات دي هو اهتم بالجانب الامامي ومهتم برضه بالجانب الدفاعي وعنده لاعبين في وسط ملعب كويس جدا. هي مشكله عند مانشيني ان فريق مانشستر سيتي انت لسه قايل انقصه شيء. يبقى الليدر اللي موجود في فريق مانشستر يونايتد زي واين روني، ده ليدر. فيديتش وفرديناند لعيبه لها خبره ولها قياده عاليه جدا. نفس الموضوع موجود في تشيلسي اذا كان دي دروجبا او جون تيري او فرانك لامبرد لو في حاله طبيعيه برضه الليدر موجود. ده اللي فرق ما بين تشيلسي لما جه مع مورينو في البدايه 2005 وخد بيه بطوله الدوري، وده مع مان سيتي يعني اول مره تقلد فيها مورينو وخد الدوري. فرانك لامبرد وجون تيري لوحدهم حكايه. يعني انت حتى فرانك لامبرد في المباراه الاخيره امام مانشستر يونايتد لاول مره من 7 8 سنين يتم تغيير فرانك لامبرد في الشوط الاول في الشوط الثاني بلاعب اخر، ودي طبعا كان دليل ان مستواه في الوقت الحالي هبط. بس انا بكلمك على حته الليدر في الملعب دي، لو موجود بنفس الصيغه اللي كان موجود بها مع مورينيو مع 33 سنه برضه هيبقى قوي جدا. مانشستر ينقصه لاعب ليدر. ليفربول عندها جيرارد اللي هو من المدربين اللي جوه الملعب. صحيح. حتى الان فريق مانشستر سيتي بدون هويه، ما عندوش القائد اللي جوه في الملعب، ما يقدرش يعملها يايا توريه، ما يقدرش يعملها دافيد سيلفا، ما يقدرش يعملها اجويرو، ما يقدرش يعملها تزيكو. كل اللعيبه دي انا عارف ان هي لعيبه ممكن تكمل فرقه وتكون عندها امكانيات كويسه، بس القائد في الملعب غير متواجد في مانشستر سيتي، وهو ده ما ينقذ السيتي في الوقت الحالي للفوز بدوري ابطال اوروبا او الوصول لمراحل النهائيه في دوري ابطال اوروبا او المنافسه الشرسه على الدوري الانجليزي. الاموال صنعت فريق، ولكن حتى الان الفريق يفتقد هويه القائد. نعم. الفريق الاخير عايز اتكلم عنه كابتن خالد توتنهام. يعني توتنهام في الموسم الماضي كان بيقدم مستويات رائعه، اصابه فاندر فارت اعتقد ممكن تاثر بعض الشيء على توتنهام. جاريث بيل ما شفتوش في حالته الطبيعيه او وضعه الطبيعي بالنسبه لفريق توتنهام. هناك علامات استفهام كثيره في توتنهام. في كابتن لعيبه كتير جدا، يعني لما يعمل سيزون رائع زي جاريث بيل ما اعتقدش ان ممكن يكملوا مره ثانيه مع فريق توتنهام. اول ما يجي لك صفقه او عرض ب 100 مليون باوند او 70 مليون باوند او 60 مليون باوند كنت لازم تتخلص منه ويمشي. لان جاريث بيل انا شايف ان طموحاته اعلى بكثير جدا من توتنهام. توتنهام ممكن يلعب على المركز الثالث في الدوري الانجليزي انما ينافس صعب.
يلعب على المركز اول صعب. توتنهام ممكن